قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قطتين حلوين قوي، قطة لونها أبيض اسمها كاتي وقطة لونها أسود اسمها كوكي، والاتنين كانوا عايشين مع بعض في مزرعة واسعة وجميلة مع الفار فرافيرو. وفرافيرو يا أصدقائي كان على طول شقي جدا وبيحب يفتح الكيس بتاع القمح للمزارع صاحب المزرعة. والقطة كاتي والقطة كوكي الاتنين طردوا الفار فرافيرو من المزرعة علشان التصرفات الوحشة اللي كان بيعملها، ودايما على طول كان بيقطع وبيخرج وبياكل بسنانه الأكياس بتاعة القمح. والمزارع طبعا كان بيزعل، وهما الاتنين كانوا بيحبوا المزرعة قوي وعلشان كده كانوا دايما بيحافظوا عليها. وفي يوم المزارع شافهم وكانوا شاطرين وحلوين وبيعملوا حاجات حلوة، وعشان خاطر كده اداهم هدية كانت 4 تفاحات حمر و4 تفاحات صفر. والقطة كاتي قالت أنا هاخد التفاح الأحمر، والقطة كوكي قالت لأ أنا عايزة التفاح الأحمر. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. راحوا القطتين للبقرة عشان تحكم ما بينهم، وقالت لهم البقرة أنا هاكل التفاح الأصفر وهدي لكل واحدة منكم تفاحتين من الحمر. أكلت البقرة التفاحات الصفر وسابت للقطتين التفاح الأحمر. راحت القطة كاتي قالت أنا عايزة التفاحتين الكبار ماليش دعوة، وكوكي قالت نفس الكلام وأنا عايزة التفاحتين الكبار أنا كمان. وبرضه اختلفوا القطتين يا أصدقائي ومش عارفين يقسموا التفاح الأحمر بينهم، وكل واحدة عايزة نفس التفاح اللي اختارته أختها. وراحوا القطتين للحصان عشان يحكم بينهم وقال لهم أنا هاخد التفاحتين الصغيرين وهدي لكل واحدة منكم تفاحة حمرا كبيرة. وكلت الحصان التفاحتين الصغيرين وساب لهم لكل واحدة تفاحة كبيرة. واكتشفوا بعد كده ان هم اصلا ما بيحبوش التفاح. ايوه يا اصدقائي القطط ما بتاكلش التفاح، واستغربوا قوي وقالوا ان هم كانوا انانيين مع بعض وان هم عايزين كل حاجة ومفيش واحدة عايزة تسيب لاختها اللي هي نفسها فيه. واول ما واحدة تقول انا عايزة دي التانية تقول نفس الكلام، وفي الاخر طلعوا ان الاتنين ما بياكلوش التفاح اصلا. ونتعلم من قصتنا يا اصدقائي ان احنا ما نكونش انانيين وما نبصش للحاجه اللي في ايد غيرنا، ولا نقول اشمعنى هي خدت اللون ده ولا نقول لها اشمعنى انتي خدتي الحاجه دي. لازم نرضى بالحاجه اللي جات لنا لانها احلى حاجه جات لنا اكيد اللي هيجيبها لنا ماما وبابا. وعشان كده يا اصدقائي لازم اي حد يجيب لنا حاجه نقول له شكرا ونبقى مبسوطين بيها. اكتبوا لنا في التعليقات مين من الحيوانات اللي راحوا القطتين عشان يحكم لكل واحدة فيهم هي هتاخد ايه، وايه الدرس اللي اتعلمناه من القصة. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.